اللي خلى كتير مننا يحبوا فرح ثانيه بنت عبد الغفور ويفضلوا فاكرين البوفيه وبهيره اللي ما كلتش مكرونه؟ هل عشان ده كان فرح منطقي وشبه اصحابه وشبهنا احنا كمان؟ كوشه في صاله البيت وناس فرحانه وبس كده؟ طب هل دي احتفالات المصريين من زمان؟ وليه شكل الافراح اتغير؟ وامتى حصلت النقله الحضاريه من نظريه عند بيت ام فاروق لطلي بالابيض طلي؟ انا هحكي لك الحكايه من البدايه. انا نورة الخياط وده اخر متر. وكانوا بيكتفوا بمعرفه اللي حواليهم ان هميس اتجوز. هو مين اتجوز مين؟ انت متصور اننا بنحط تحت بالنا؟ الحقونا يا ترى بيحبك زي ما حبيتك انا، بشوفك كم بموت وكلاوة ربنا، قلبي بيقول لي خلاص ما بقتش. في السبعينات مثلا كانت الافراح بسيطه وغالبا بتكون في البيوت، وكان العرسان اخرهم يروحوا يتصوروا صوره في استوديو الكرنك، وكان هو ده الفوتو سيشن بتاع الفتره دي. ومن اول هنا بداوا الناس يتنبهوا لبعض الشكليات اللي لازم يعملوها عشان الناس التانيين ما تاكلش وشهم. انت اللي لازم عدمتيهم. الله، ومالك اتخضيت كده ليه؟ انا مربيه كام زغلوله على السطوح هتبعهم. هات لنا انت بس ده كربات نحطه في نص السفره. بسيطه. وشويه بفتيك. وايه لازمه البفتيك؟ ما كفايه الحمام والبط. يا راجل ايه؟ عشان خاطر بنتك دي اول مره هيجوا يتغدوا في البيت، عايزهم يقولوا علينا ايه بس؟ وهو البفتيك اللي هيخليهم ما يقولوش حاجه؟ حاضر. وكانت العروسه تقعد هانم في الكوشه والعوالم بيحيوا الفرح بالشمعدانات، فرح مناسب للمدينه وايقاعها السريع، غير الريف اللي عندهم يوم للخطوبه ويوم للتنجيد ويوم للحنه ويوم للفرح، ده غير ال 15 ديوز في بيت العروسه مع الطبل والزراغيط واغاني الفنانه فاطمه عيد وكل الحاجات دي بقى. اما المناطق الشعبيه بقى فدي حكايه تانية خالص، فرح غالبا بيكون في الشارع وسط الجيران او مرسح يتعمل في اي حته فاضيه، وعيب لو قلت مسرح، لا تقولها كده مرسح، او زي ما عمل صابر في فيلم عايز حقي. وفي وقت من الاوقات كانوا بيحطوا نشاره ملونه في الارض، فرقه زفاف شعبيه وكاميرا فيها فيلم 36 صوره، وقبلها بليله بتكون الحنه فيها سندوتشين فيهم واحد لحمه مفرومه غالبا واتعشت. مش بطنك اللي اتعشت، لا، هي الحكايه كلها اتلمت كده خلاص ومفيش طموح في اي حاجه اكبر من كده. ولو جينا نتكلم عن افراح الصعيد مثلا هنلاقي ان كان ليهم عادات وتقاليد وشكل مميز للافراح والليالي الملاح، وافراحهم بتقعد بالسبع ليالي، يفرشوا الفراشه ويغرقوا البلد بالكهارب، وكل ليله مختلفه عن التانيه في الاحتفال، ضرب نار ورقص بالخيول وتحطيب بالعصيان. مش ده عقباوي دم حامي دنيا دايره بالاسامي مش بهير مهما غير ده لو ركزت في اللي انا قلته كله هتلاقي ان كل شكل من الناس كانوا بيفرحوا بطريقه شبههم، اما دلوقتي فكل الافراح بقت شبه بعض، الصعيدي والشعبي والفلاحي وابن المدينه بيشغلوا اسماء الله الحسنى في البدايه، وكلهم بقى طلي بالابيض طلي ومتجمعين في قاعه اللؤلؤه في فرح شبه ال1000 فرح اللي قبلهم والمليون فرح اللي بعدهم، ده غير الفوتو سيشن والميك اب ارتست والهير دريسر. يعني ال3 ساعات بتوع القاعه اقل حاجه يتكلفوا 100,000 لو انت لميت الدور، عشان الناس تقعد تتريق على العروسه المعصعصه ودين العريس اللي قد طبق الدش. الموضوع بهوأ مننا على الاخر، ولازم بوفيه الناس تاكل فيه بدل ما ياكلوا وشهم، وكانهم اختيارين فعلا، يا ياكلوا وشهم يا ياكلوا اكل البوفيه. انت متصور اننا بنحط احتمال المعازيم تتحول زومبي وتاكل وشنا؟ الغريب بقى ان الملوك الفراعنه زمان كانوا بيحتفلوا بافراحهم بالمواكب والطبول، ويكتبوا عقد جواز على ورق البردي، وكان عندهم بوفيه برضه، وكان غالبا لحمه وعسل وعيش، لا الصرف باين بامانه، ويفضلوا طول الليل يرقصوا ويحتفلوا. بس دول الملوك والطبقه العليا، وكليوباترا طبعا مش اقل من بنت خالتها. اما الطبقه العاديه وعامه الشعب احتفالهم كان زيهم، عادي، اكل عادي واحتفال عادي، حتى ما كانوش بيوثقوا الجواز ده باي شكل رسمي، وكانوا بيكتفوا بمعرفه اللي حواليهم ان رمسيس اتجوز هميس وشكرا. يعني اللي انت بتعمله النهارده في نادي الزراعه ده بيعمله رئيس الوزراء ايام الفراعنه، والنتيجه اننا بقينا بنعمل فرح عشان نكونوا احنا اخر ناس بتفرح فيه، لاننا مش بنعمل حاجه شبهنا، وغالبا بيكون الهدف رضا الناس وانبساطهم هم. جميل ان الناس تنبسط، لكن الاهم انك انت تكون مبسوط، فما تعملش لود على نفسك، لان تاني يوم الفرح المعازيم دول هيكونوا في شغلهم بيفكروا في الاقساط وطلبات الولاد والديون وتدبير فلوس المصيف. اكتب لنا في الكومنتات شكل الافراح الاصلي في بلدك عامل ازاي، واستنونا دايما في اخر متر. هو الصبح بردش قلت ايه؟ طب ما يردش. تمام. الموضوع بهوأ مننا على الاخر.